في الجريدة الثقافية تكلمنا أعزائي المستمعين عن خطوات كثيرة جدا للنجاح، واللي من خلال هذه الخطوات أنت بتقدر أنك تنجح وتحقق ممكن نقدر نقول أحلامك، تحقق فيها نجاحاتك المتتالية اللي ممكن الآن ما تشوفها ظاهرة، ولكن في الحقيقة هي موجودة، بس تشيلك شوية الدافع اللي ممكن يخليك تنجح وتبهر الناس في نجاحك. على مدار أسبوع أتمنى من أعماق قلبي أن تكونوا استفدتوا من هذه النصائح اللي تكلمنا عليها، حاولتوا أنكم تدونوها في دفاتركم اليومية أو حتى في هاتفكم عشان ترجعوا لها في كل لحظة يأس من الحياة ومن كفاحك في هذا الحياة. ألا تشعر بحال أفضل عزيزي المستمع بعد هذا الأسبوع اللي تكلمنا فيه عن نتائج النجاح وكيف ممكن أنك توصل للنجاح ونصائح النجاح؟ في بعض نصائح معينة بتكون مميزة بالنسبة لنا، فعشان كده بنحاول إن احنا ندخلها في الذاكرة وفطنا عشان نتصرف فيها دائما. في بعض النصائح ممكن إذا شفناها كل صباح وقرأناها كل صباح بتأثر في يومنا وبتأثر في مدى حياتنا. في نصائح إذا علقناها أمامنا على مدار الساعة، ممكن حتى وانت راجع من الدوام معلقها على خزانتك بتشوفها بتعطيك دافع إنه لا بكرة بيكون أجمل. في نصائح أول ما تصحى الصباح وتفتح عيونك وتشوفها صدقني إنها تدعمك. فعشان كذا 46 نصيحة تكلمت فيها على مدار هذا الأسبوع، إذا بس نصف هذه النصائح وضعتها أمام عينيك وحاولت إنك تحققها، صدقني إنك بتكون راضي عن حياتك.